قبل أن نبدأ لنا طلب بسيط منكم، وهو دعم الفيديو بالضغط على زر الإعجاب. بارك الله فيكم. أحبابي في الله، آية في كتاب الله تعالى من تدبر معناها وعمل بمقتضاها استقامت حياته في سعادة وحبور وطمأنينة وسرور. إنها الدواء الفعال لكل الهموم ومفتاح الفرج لكل الغموم. هي قوله سبحانه في سورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم. إنها سنة الله في خلقه وقانونه في أرضه، فيا من أثقلت كاهله الأشجان وقيدت خطواته الآلام والأحزان، لا تلتفت ها هنا أو هناك باحثا عن مخرج، فإن المخرج ميسر أمامك، ولكن شمر عن ساعد الجد لتحقيق شرطه، ألا وهو لزوم التقوى. وقد روي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو علي هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. صدق الله العظيم. ثم قال: يا أبا ذر، لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم. وتقوى الله أن يجعل العبد بينه وبين ربه وقاية مما يغضبه، ولا يكون ذلك إلا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، أي أن يراه الله حيث أمره. ومن التقوى الفيء إلى الحق والندم على الذنب وكثرة الاستغفار. وقد روي من حديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. صدق الله العظيم. والاستغفار سبب للرزق والنعمة، والمعاصي سبب للمصائب والنقمة. أحبابي في الله، إن الله ليدفع عن المتقي المضر بما يجعله له من المخرج، ويجلب له من المنفعة بما ييسره له من الرزق، والرزق يعم رزق الدنيا والآخرة. وعليه إن للتقوى فائدتين: أن يجعل الله للمتقي مخرجا، وأن يرزقه من حيث لا يحتسب، وهذا هو الفرج والنصر والرزق. أحبابي في الله، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. ففي هذه الآية الكريمة يأمر الله عز وجل عباده بتقواه، ويأمرهم بالقول السديد، ويعدهم سبحانه على ذلك أمورا عظيمة. يعدهم المغفرة وإصلاح الأحوال والتوفيق والتسديد. فمن اتقى ربه عز وجل بفعل الأوامر واجتناب النواهي فقد فاز فوزا عظيما. ومن ضيع تقواه واتبع هواه بغير هدى من الله أعد الله له عذابا أليما. من اتقى الله هدي إلى الطيب من القول وإلى صراط حميد. ومن اتقى الله وأعمل لسانه بذكر الله واستعمل الخلق الجميل مع عباد الله جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. من اتقى الله ولزم القول السديد يسره الله لليسرى وجنبه السوء والعسرى وغفر له في الآخرة والأولى. قال تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. صدق الله العظيم. من اتقى الله زاده الله علما وفرقانا وملأ قلبه طمأنينة إليه وثقة به وأمنا وإيمانا، وأسبغ عليه آلاءه فضلا منه سبحانه وإحسانا. من اتقى الله وعده الله بالفرح
والفرج والخروج من كل هم وضيق، وبالرزق الواسع المتيسر من كل طريق. يقول عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. صدق الله العظيم. فوعد سبحانه من اتقاه أن ييسره لليسرى في كل الأمور الدنيوية والأخروية، وأن يكفر عنه السيئات ويعظم له الأجور. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. فبشر سبحانه المؤمنين إذا اتقوه بالفرقان، وهو العلم النافع المفرق بين الحلال والحرام، وبشرهم بتكفير السيئات ومغفرة الآثام، وبشرهم بالفضل العظيم من الملك العلام الذي لا حد له ولا حصر. فكل هذه الثمار وهذه البشارات وهذه الفضائل والهبات منحة لمن اتقى ربه ومولاه، ومنحة لمن لازم التقوى في أعماله وأقواله وأفعاله وتصرفاته كلها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. جعلني الله وإياكم من عباده المتقين وأوليائه المفلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من المتقين حق التقوى، وأن تفرج همومنا وغمومنا، وتجعل لنا من كل ضيق مخرجا يا أكرم الأكرمين. إذا أتممتم الفيديو إلى آخره فلا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس كي يصلكم منا كل جديد، ولا تخرجوا قبل ترك تعليق بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.